السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. طبعا بقالي كتير بنزل فيديوهات قديمة، فقلت ايه اقوم كده اصور فيديو، وكان نفسي في السينابون قوي فقلت اعمله معاكم. اول حاجة تعالوا نشوف المكونات. عبارة عن كوبايتين دقيق، ونص كوباية من اللبن، وتلت كوباية من الزبدة. طبعا اللبن ده دافي. تلت كوباية من الزبدة، وبيضة، وكيس فانيليا، وكمان كيس من الخميرة. هي دي بس المكونات بتاعتنا. زي ما قلت لكم اللبن ده دافي عشان هنفعل فيه الخميره. اول حاجه هنحط عليه 3 معالق كبار من السكر، لان العجينه بتاعه السينابون بتبقى مسكره شويه. وكمان هنحط عليه الخميره. ممكن نحط معلقه بس من السكر مع الخميره عشان تفعلها، لكن احنا عشان عايزين العجينه مسكره فحطينا 3 معالق. هندوبهم بقى كويس مع بعض، ودي اول خطوه، وهنسيبهم يتفاعلوا مع بعض. خلاص كده الخميرة اتفعلت مع السكر واللبن. هنحطهم بقى في العجانة، او ممكن نعملها على ايدينا، سهلة جدا. هنحط بقى، دي كانت نص كوباية من الزبدة، حطيت بس تلتها وسبت الباقي. وبيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ، هنحط عليها فانيليا. وهنضرب المكونات دي كلها. زي ما قلت لكم لو ما عندكوش عجان، ممكن نعملها على ايدينا او بمضرب يدوي، هتتعمل بسهولة جدا. خلاص ضربنا كويس لحد ما البيضه تختفي تماما. هنبدا بقى نزود الدقيق، بس قبل ما نزود الدقيق لازم ننخله عشان بيبقى فيه شوائب كده، متبقاش طعمها لطيف خالص. خلاص هنخله كده زي ما انتم شايفين دي شوائب ما بتدوبش ولا اي حاجه، دي بتبقى بقايا القمح، لان الدقيق ده عباره عن قمح. تمام. هنقلب بقى كويس قبل ما نشغل العجين عشان الدقيق ما يتطيرش مننا في كل حته. هنشغل العجان. عايزه اقول لكم العجينه دي ما بتاخدش وقت خالص، يعني هي ايه لفتين 3 كده هتلاقوها لمت. ولو لقيتوها ملزقه كده زي ما انتم شفتوا، هنزود معلقه كبيره من الدقيق. في دقيق بيشرب سمنه او زبده بسرعه، وفي دقيق لا، فدوت شربها. وكان كمان عايز شويه دقيق. زي ما انتم شايفين اول ما زودنا معلقه الدقيق هتلاقوا العجينه اتلمت. لو لقيتوها مفروله كده وملزقه يبقى هي عايزه دقيق. لقيتوها تمام فمشوها زي ما انتم، يعني زي ما تحسوا العجينه بتاعتكم. شايفين هي بتبقى كده ملزقه وطريه جدا. هنغطيها بقى ونسيبها في مكان تخمر لحد ما نعمل التوبينج. حطينا ربع كوبايه من السكر البودره، وربع كوبايه من اللبن، وكمان ده ب10 جنيه بس من الجبنه الكريمي اللي هي الكيري السايبه. هنضربهم مع بعض كلهم. يعني ربع كوبايه سكر بودر وربع كوبايه لبن، وكمان ب10 جنيه من الجبنه الكيري. التوبينج ده احسن بكتير من الجبنه الكيري اللي هي المكعبات. انا عملته قبل كده بالمكعبات، يعني ما طلعش الطف حاجه. دي بتدوب بسرعه وبتعمل قوام بسرعه. طب لو لقينا القوام لسه سايل وما عملش كده قوام، هنزود معلقه كبيره من السكر البودر. ده على حسب برضو القوام، فاحنا هنخلي بالنا واحنا بنعمل الحاجه، لازم نشوف هي القوام بتاعها كويس ولا لا، سواء العجينه او التوبينج. تمام. هنفضل بقى نضرب فيهم، هنلاقيهم تقلوا، هنحطهم بقى في التلاجة، نضرب فيهم شويه كويسين عاملين زي الكريم شانتيه. كل ما نضرب فيهم اكتر كل ما هيتقلوا. خلاص كده هي يعتبر خلصت. هنغطيها بقى بكيس كده ونحطها في التلاجة عشان ما تلقطش اي ريحة من التلاجة لو في اكل او اي حاجة. وخلاص كده العجينة كانت قربت تخمر. قلنا هنعمل الحشوة بتاعة القرفة، اللي هي عبارة عن معلقتين كبار من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من القرفة، وكمان معلقة كبيرة من الكاكاو. ممكن في ناس ما بتحطش، بتكتر القرفة عن كده، بس دوت يعني بيخلي الطعم العام حلو للناس اللي ما بتحبش القرفة. خلاص العجينه هي اتخمرت وحجمها زايد. هنفضي بقى الهواء اللي فيها ونبدا نفردها على الرخامه او المفرش بتاع العجين، بس نكون حاطين عليه دقيق عشان تتفرد معانا بسهوله. وكمان النشابه ديت او الفراده بتاعه العجين نكون حاطين عليها دقيق عشان تفرد معانا العجين بسرعه وما يلزقش فيها. لان زي ما قلت لكم العجينه بتاعه السينابون بتبقى ملزقه سنه، ما بتبقاش يعني ماسكه نفسها زي العجينه بتاعه البيتزا او الكلام دوت، عشان طبعا فيها زبدة وفيها بيض وفيها سوائل فبتخليها ملزقة. هنفضل بقى نفردها لحد ما السمك بتاعها يبقى رفيع وتبقى على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين اهوت. فردتها. هنبدأ بقى ندهنها بباقي الزبدة. هندهنها كويس جدا بالزبدة عشان تمسك في الحشوة اللي احنا هنحطها دلوقتي. لحد هنا سهلة جدا وما خدتش مننا وقت خالص. عايزة اقول لكم ان انا عملتها بالظبط في ساعة، كنا واكلين احلى سينابون. هنبدأ بقى نوزع الحشوة بالتساوي. طبعا انا وزعتها كده بايدي عشان توزع كويس، بس نراعي لو احنا وزعناها بايدنا ان احنا نغسل ايدنا عشان ما يطبعش في العجينه من بره والعجينه تغمق مننا. شايفين ايدي بقى شكلها عامل ازاي؟ هغسلها الاول قبل ما الف العجينه عشان العجينه تفضل فاتحه معانا زي ما انتوا شايفين كده. لكن لو لفيناها وايدينا فيها الحشوه هتلاقوا العجينه من بره اسمرت. هنلفها كده زي ما انتوا شايفين. انا كنت حاولت اجيب اخر حته بس لقيتها كبيره فقلت الفها زي ما هي.
شايفين كده اتلفت رول كبير. هنبدأ بقى نقطعها بقطعة العجين ديت او بسكينة، بس بلاش سكينة لو انتوا بتستخدموا مفرش العجين. خلاص كده هقطعها، قطعت بالظبط 9 قطع. عايزه اقول لكم ما كلفتنيش خالص، يعني ممكن تقولوا التكلفه كلها بتاعه الحاجه 50 جنيه. طبعا السينابون دلوقتي غالي القطعه الواحده، بس هي بتبقى اكبر من دي شويه ب75 جنيه، او اكيد غليت اكتر من كده كمان. فاحنا هنعمل الكميه دي كلها باقل من سعر واحده، يعني بسعر واحده هنعمل الكميه دي كلها. خلاص هنبدا بقى نرصها ونقفل الاطراف كويس، وهنحطها على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، وبعد كده نشغل الشوايه. زي ما انتوا شايفين كده هي الكاميرا ظلمها، يعني الاضاءه ما كانتش احسن حاجه، لكن هي كانت حلوه جدا. شايفين؟ عايزه اقول لكم هشه خالص، وكل طبقه بطبقتها كده ما لزقتش في بعض. وطبعا ده التوبنج حطيناه في التلاجة تقيل شويه. عايزه اقول لكم برضه كان مظبوط جدا. هنبدا بقى نحطه ساعه التقديم. التوبنج بيتحط ساعه التقديم بس، ما بيتحطش قبلها، وهي احسن حاجه فيها ان هي بتتاكل سخنه. تعالوا بقى نجرب واحده كده نشوف القوام بتاعها عامل ازاي وقد ايه هي هشه وطريه. تعالوا بقى ناخد واحده مع بعض كده نشوف القوام بتاعها عامل ازاي. عايزه اقول لكم دي كانت سخنه وكانت طريه جدا، وكان يعني ريحتها قلب البيت. احنا دايما لما الجو بيبدا يحرر شويه بنفتكر السينابون مع انها اكله شتويه. شايفين بقى احسن حاجه طبعا فيها هو التوبنج او الصوص بتاعها دوت، بقى طعمه حلو جدا، وهي من غيره يعني ملهاش يعني ايه، هو اللي بيحليها يعني. ده لحد كده من غير التوبنج مش هيبقى الطف حاجه. شايفين بقى هي مرقه ازاي من جوه، وكل طبقه بعيده عن بعضها. شايفين؟ وعايزه اقول لكم طعمها رائع، وده كله ما شاء الله اتنسف في ساعتها، هو يا دوبك كل واحد خد 3، فكان طعمها رائع جدا بجد، لازم تجربوها. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكون ما طولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تسيبوا لي تعليق حلو زيكم، وتعملوا لايك للوصفه، واعملوا شير عندكم عشان توصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. واشوفكم على خير الحلقه الجايه، وقولوا لي اعمل لكم ايه الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.